توج أولمبيك آسفي بلقب كأس العرش للمرة الأولى في تاريخه لموسم 2023-2024 بعد فوزه في النهائي على نظيره نهضة بركان بركلات الترجيح 6-5 عقب انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء يومه الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس. وتمكن الفريق المصفيوي من تسجيل هدف السبق في حدود الدقيقة 39. حمل توقيع اللاعب صلاح الدين الرحولي قبل أن يحرز يوسف دايو هدف التعادل من ضربة جزاء لصالح الكتيبة البركانية في الدقيقة 45+5. وبعد الاستراحة تحصل نهضة بركان على ركلة جزاء من جديد، فشل دايو في تحويلها إلى هدف في الدقيقة 60 بعدما نجح الحارس خالد العلوي في التصدي لها. ورمت كتيبة المدرب معين الشعباني ثقلها على دفاعات أولمبيك آسفي بحثاً عن تسجيل هدف الفوز، وهو ما تأتى في الدقيقة 65 بواسطة أسامة الميليوي قبل أن يعلن الحكم جلال جيد عن إلغائه بداعي وجود حالة تسلل. واحتكم الفريقان إلى الشوطين الإضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 قبل أن يحسم أولمبيك آسفي اللقب لصالحه بفوزه على نهضة بركان بركلات الترجيح 6-5. وبهذا الفوز نجح أولمبيك آسفي في كتابة التاريخ بعد تتويجه بلقب كأس العرش للمرة الأولى في مشواره.